أقول لك الآن هذه الذي رضيت أن تكلمك وتحبك لأنها أعجبت بك وأنت غريب عنها، ما يمنع أبدا غدا بعد الزواج تحب واحد غيرك لما تشوفك على حقيقتك وتشوف الكلام الرومانسي وكذا تغير، ويلا وين الغداء وين هذا وناشف، ويطلع لها واحد شلونك حبيبتي راحت معاه، لأن مثل ما راحت معك بتروح مع غيرك. هذا الكلام فاضي، وهذا الذي أفسد كثيرا من البيوت اليوم. قضية إن حبيتها وحبتني وتواعدنا على الزواج والتقينا مع بعض كم مرة وعرفت أخلاقها، كلها مجاملات أصلا، لا عرفت أخلاقها ولا عرفت أخلاقك، لا أنت قاعد تجمل وهي قاعد تجمل، ليست أخلاقك الحقيقية ولا أخلاقها الحقيقية. كل واحد فيكم قاعد يعني ياخذ على نفسه زيادة على أساس إنه ينال مراده. علينا أن نتقي الله تبارك ونحفظ أعراضنا ونحفظ بيوتنا ونحفظ بيوت الناس، ولا نرضى هذا لأخواتنا ولا لبناتنا ولا لأقاربنا.